إبراهيم، يا هلا. إيش رسالتك ونحن نتجول في مقبرة الشهداء في رجفان؟ يا عبد الملك، إيش رسالتي؟ أنت واقف الآن أمام وجع عظيم، تتجول في هذه المقبرة وفيها ألم لا يمكن لأحد يتصوره إلا أهالي هؤلاء الأبطال. شوف يا عبد الملك، ركز. من 2007 هذه القبور اللي بدأت هناك في بداية المقبرة تتكلم هناك بذاك الاتجاه. قبور حرب 94 اللي كانوا الشماليين مجتمعين. هذه مثل هذه القبور 2009 تاريخها 2007 إلى 2010. هذه أيام هذول الضحايا علي عبد الله صالح ونظامه المجرم. هذول ضحايا حزب الإصلاح من 2011 وفوق. هذول بعد ما سيطروا على البلد حزب الإصلاح. من هذاك الاتجاه 2015، شوفها زي ما هو 2015 هذاك الاتجاه يا عبد الملك. هذول ضحايا الحوثي، يعني ما اختلفوا أبدا الشماليين. وهذاك الاتجاه والاتجاه هذا اللي استشهدوا حاليا على يد الغزاة الجدد. يعني قتلنا، تخيل، أول حاجة 94 قتلونا باسم الدين وقالوا كفار. بعدين ب 2007 قتلنا علي عبد الله صالح وقال هذول خارجين عن نظام القانون وهم ما هم من أهل البلد، هذول بقايا صومال وبقايا هنود. 2011 جاءوا حزب الإصلاح المدقنين وقتلونا. نعم، نحن مش عارف ايش كان يتلاقحون على قوة عبد الله العليمي الآن اللي يفتخروا فيه. في 2015 جاء الحوثي وقال دواعش الطواعش وقتلونا باسم الدواعش. في 2019 جاءوا أصحاب حزب الإصلاح من جديد من مارب، قاتلونا باسم غزوة خيبر. والآن جاءوا أصحاب السلفيين، شو حتى السلفيين في دماء في رقابهم هؤلاء الجبناء، جاءوا قاتلونا الآن بفتوى سعودية. قتلونا في حضرموت بدعوى المتمردين أو الانفصاليين. يعني حاجة عجيبة، كيف تجتمع هذه الدماء كلها تحت؟ من هنا من هذه المقبرة نرسل رسالة للمتحاورين في الرياض اللي راحوا على أساس يمثلون هذول الشعب. هل تستشعرون بالوجع العظيم اللي الناس عايشاه في ردفان وفي الطالع وفي يافع وفي حضرموت وفي شبوة وفي أبين وفي لحج وفي كل محافظات الجنوب؟ هل أنتم مستشعرين لهؤلاء اللي تحت التراب؟ ولا رحتوا إلى فنادق مكيفة وأجنحة وأعطوكم من ما لذ وطاب، خلاص صرتم أوصياء على الشعب؟ ومن هؤلاء؟ من اللي بيعوضهم عن أرواحهم إذا ما كان التعويض عن أرواح الناس هذا وطن؟ والله كل تعويض لا يقابله أو لا تقابله أي روح. يعني واحد قدم روحه بتجيب تعطيه راتب؟ إيش بتعطيه أولاده من الحرمان ومن التيتم إيش بتقول لأمهاتهم؟ إيش بتقول لزوجاتهم؟ ما تستحون، والله ما تستحوا على أنفسكم للأمانة، يعني تروحوا تساوموا في دماء الناس. الرسالة الأخيرة للشماليين، نقول لكم والله إنكم أجبن وأضعف وأحقر من أن تواجهون الناس وجها لوجه. كل معركة وأنتم فيها تغدرون بهذا الشعب. في 94 غدرتم بالألوية الجنوبية في ذمار وفي عمران وحاصرتموها بعد التشتيت اللي حصل. في 2015 أنتم مسيطرين على كل شيء وجيتوا قصفتوا الناس بالصواريخ وبكل شيء. أيام النظام علي عبد الله صالح قتلتم الناس بالمدرعات وبالدبابات وهم عراه ما عندهم أي شيء. في 2019 جاءت التنظيمات الإرهابية تقاتل، واليوم تستقون بمن؟ بالطيران السعودي. أقول لكم والله إنها الأخيرة. لو ما كان معكم الطيران ما دخلتوا شبر واحد. لو تكون دقونكم للأرض تمسحون فيها من قوة العقيدة البائدة اللي عندكم، والله ما دخلتم شبر في هذا البلد. لكن الغدر جاءنا هذه المرة من السماء. لكن المعركة ما انتهت، حصلت لنا، حصل تراجع لكن ما حصلت الهزيمة، حصل انكسار لكن عزائمنا ما تزال في السماء. والله ما دخلتم هذه الأرض. واليوم لو نفنا جيل بعد جيل بعد جيل على الإخوة في السعودية وفي غيرها أن يستوعبوا هذا الدرس، إنه هذا الشعب لن يفنى. اليوم كل الناس جاءوا بمظاهرة عارمة إلى الحبيلين، وجاءوا كل الناس يشبعون أنفسهم يقولون ما دام هذا قدم روحه أنا إيش خسران؟ أما أنكم عادكم بترجعون لنا القيف والمتردية والنطيحة العليمي وجماعته وحزب الإصلاح والسلفيين الحقراء الجدد. والله ما دخلوا بلادنا، يروحوا يقاتلوا بلادهم، يا أما حرروا بلادهم يا أما ما لهم حتى شبر واحد على هذه الأرض. المساومة في حق الناس في دماء الناس والله ما هي رجولة. رجموا أصحابنا بالثقل كله إلى الرياض. إيش هذا الانبطاح؟ على الأقل حطوا لكم هنا ثقل داخل الجنوب. أنتم الآن شبه يعني زي البهائم داخل الرياض، مش قادرين تقولوا لا. حتى البيانات تكتب لكم.
يعني دماء الناس هذه من اللي بيعوضهم؟ الله المستعان. بس لكن نقولها هذه إرادة الشعب، والشعب يوم من الأيام بيلعنكم جميعا. اللي يساهم واللي راح يبيع ويشتري في دماء الشهداء والله ما له قبول في هذه الأرض، يكون من ما كان. وإحنا من هنا من هذه المقبرة نعاهد هؤلاء الأبطال إننا سنمضي على نفس ما مروا فيه. والله لو نفنا ونعلم أجيالنا وأجيال أجيالنا حتى يوم الدين، أقسم بالله ما بقت هذه الوحدة على ظهورنا بهذا الظلم، بهذا الصلف، بهذا الكبر، وبهذا الحس الشيطاني والإجرامي. شعب الجنوب قال كلمته: شاء من شاء وأبى من أبى. إحنا أصحاب الأرض نقولها دائما: اللي عجبه حيا وسهلا، واللي ما عجبه الله معه.